بيانات من عمره. كان اصلع ولابس نظاره شمس مع ان الوقت كان بالليل. الشخص ده كان اسمه فينس لي. طيب مين هو فينس لي؟ فينس اتولد في الصين سنة 1968 ودرس كمبيوتر واتخرج سنة 1992 واشتغل مهندس كمبيوتر في بكين لحد سنة 1998 وبعدين هاجر لكندا سنة 2001 وفي بعض المصادر بتقول سنة 2004 بس الأكيد إنه خد الجنسية سنة 2006. فينس قعد في أول الأتوبيس لكن بعد الاستراحة رجع يتمشى جوه الممر بتاع الأتوبيس وهو عمال يبص للركاب واحد واحد كأنه بيدور على حد معين لحد ما شاف تيم وقعد جنبه. تيم في اللحظة دي كان نايم، صحي على حركة فينس وسلم عليه ورجع نام تاني. بس الركاب لاحظوا ان تصرفاته غريبة، بيهز راسه بشكل عصبي وعمال يتكلم كلام مش مفهوم وده خوف الناس اللي حواليه. الساعة 8:30 بالظبط فجأة طلع فينس سكينة كبيرة من جيبه وابتدى يطعن تيم بطريقة هستيرية في رقبته وصدره. الركاب دخلوا في حالة رعب وصرخوا للسواق عشان يقف لكن الطريق كان سريع ومش قادر يركن. تيم صحي مفزوع وحاول يهرب بس فينس مسكه وطعنه تاني وتاني لحد ما الاتوبيس وقف اخيرا على جنب. الركاب جروا بسرعة بره لكن تيم لسه بيحاول يقاوم. وقع مرهق على الارض وهنا كانت فرصه لفينس اللي كمل عليه باكتر من 160 طعنه. وطبعا في اللحظه دي كله نزل من الاتوبيس ومش قادرين يوصلوا له. سواق الاتوبيس حاول يطلع الاتوبيس هو وكان واحد معاه بس مش هيقدروا يدخلوا عليه فجابوا زي حديده كبيره عمالين يزقوه بيها. ساعتها في اللحظه دي فينس عمل ابشع حاجه ممكن تتخيلها، مسك راس تيم وقطعها.